صباح الفل على كل الزملاء الجمال. الفيديو ده مهم جدا لسبب بسيط، ان ده هتستعمله في شغلك في كل يوم في شغلك تقريبا. كنت قلت لكم من فتره كده ان احنا هنتكلم عن حاجه اسمها 3 ار. احنا كنا في مره في تريننج وبعدين قال لك انتوا عندكم نون اتش سي بيز، زي مثلا مين احنا قلنا الاتش سي بيز دول اللي هم هيلث كير بروفيشنالز. نون اتش سي بيز ده مثلا وليكن زي الاسيستنت الموجوده في العياده اللي هي عند الدكتور، دول نون اتش سي بيز. تمام، فقال لك ممكن تستعمل معاهم المبدا ده اللي هو 3 ار، اللي هو ايه؟ ريكوجنايز، ريسبكت، ريكويست، هيلب. تمام. بالنسبه لي المبدا دون انت او انا بستعمله في كل مكان بخشه، في كل مكان. المبدا ده ممكن يسهل عليك امور كتيره جدا ويختصر عليك الوقت. بمعنى يعني ايه ريكوجنايز؟ ريكوجنايز هو ان انت تتعرف على الشخص اللي يسهل لك مأموريتك جوه المكان، او توفر الدواء جوه المكان، او ليه علاقه بالدواء بتاعك ويقدر ان هو يخلص لك القصه او يزود الريت. كل حاجه ريكوجنايز، دور على الشخص اللي بيقدر ان هو يسهل لك مأموريتك جوه المكان. ريسبكت، ان انت تعامل الشخص دون باحترام. انا بقول لحضرتك اهو، الريسبكت دي على كل الناس، اتعامل مع كل الناس باحترام، لان الناس هتبادلك الاحترام دون. فدي الفكره كلها، ان انت ريسبكت هو تعامل هذا الشخص باحترام. ريكويست هيلب هو ان انت بتطلب منه ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها عشان يسهل لك مأموريتك. تعال نحط الكلام ده براكتيكال، وحاجه حصلت معايا انا شخصيا. انا كنت شغال في لاين ستريت بيزنس. ستريت بيزنس معناها يعني برضه عشان تبقى فاهم المسميات، اللي هو ان احنا بنزور العيادات وتنزل روشتات من الصيدليات، ده اسمه بيسموه ستريت بيزنس. واتنقلت انستتيوشن اللي هو شغلهم بيبقى معظمهم من 70% بيبقى شغلته في المستشفيات اكتر منه الستريت بيزنس. تمام. فكنت ماسك مستشفى، وبعدين ما انا شغال على سيرد جنريشن كيفالوسبورين انجكتبل، وشغال في المستشفى دي طبعا، فاكل عيشنا من العمليات. فابتديت ان انا بكلم الكي او الز، الدكاتره اللي هم الكبار طبعا، البرودكت بتاعي فكان معروف الى حد ما، الحمد لله البرودكت كان كويس معروف جدا. وبكلم النواب طبعا، زمايلنا النواب، بحيث ان هم يكتب البرودكت بتاعي اكتر. تمام. فجيت انا باخد الاوردر، كان الاوردر ثابت تقريبا على ما بين 75 ل 100 علبه في الشهر. تمام. المهم ان انا يعني خلاص ماشي 100 علبه، طب ما انت عايز تزود الريت، فتبتدي ان انت ايه، طب نعمل ايه؟ فانا عارف ان في ليستة عمليات، وكل يوم بيبقى في نائب كبير بيبقى هو اللي ماسك القصه دي، او قصه العمليات، بيبقى هو المسؤول عن غرفه العمليات في الوقت دون. بغض النظر عن الاساتذه طبعا الكبار طبعا اللي بيخشوا يعملوا العمليات، بس هو بيبقى مسؤول اليوم دون. فابتديت ان انا ايه، اعرف من بالليل مين المسؤول بتاع اليوم بتاع بكره، وابتدي اكلمه واوصيه على الدواء بتاعي الانجكتبل بتاعي. تمام كده. برضو الريت فابتديت ان انا اعمل ايه، ابتديت ان انا اروح المستشفى الصبح، هم بيبتدوا عمليه تقريبا على الساعه 10، ابتديت انا اروح المستشفى من حوالي 9، بحيث ان انا اطلع على الدور بتاع العمليات. كان في استاذ اسمه استاذ عبد الحميد بالاسم كده، فكنت بقول له الموجود دكتور فلان، يقول لي اه طب ممكن نقابله، فاديله الكارت، فالدكتور مثلا يجي يكلمني، لان ممنوع طبعا تخش ايه الدور كله بتاع العمليات، ممنوع ان انت تخش. فابتدى يبقى في ود بيني وما بين الشخص ده، ود وبيني وما بين الدكاتره، ان انا ممكن اكلمهم في الوقت ده. تمام. برضو الدنيا يعني 100 120 وهكذا، وماشي في هذا الرينج لغايه ما خلاص انا مقتنع ان خلاص هو ده رينج المستشفى. بس رغم كده انا شايف ان الكومبيتيتور قصادي لا، الريت عالي. فابتديت ان انا ايه، طب ما اكلم الدكاتره بتوع التخدير، التكنيشن بتوع التخدير والدكاتره بتوع التخدير، ما هم دول اللي بيدوا التخدير وهم دول اللي بيدوا الانجكشن. تمام كده اهو. فابتديت اخد ارقامهم واجي لهم برضو الصبح وهكذا. تمام. الموال ده القصه دي خدت مني قد ايه؟ حوالي 4 ل5 شهور انا بلف في القصه دي، لغايه ما في دكتور في مره قال لي ايه، قال لي ما انا على فكره انا طلبت النهارده لكن ما كانش موجود. طب ما الصيدليه تحت والاستوك تحت، انا عارفه وموجود، ايه اللي ما كانش موجود؟ ازاي ما كانش موجود؟ فقلت له ازاي حضرتك ما كانش موجود؟ قال لي لا بص كلم محمد. مين محمد دون؟ اكتشفت بقى ان في حاجه اسمها دولاب عمليات. ايه دولاب العمليات ده؟ قال لك ده اللي الادويه بتبقى موجوده فيه، اللي جوه اوضه العمليات بيسحبوا منه. مين المسؤول منه عنه؟ هو شخص اسمه محمد. تمام كده. ابتديت ادور مين محمد، طب ممكن اتعرف عليه. اتعرفت على الراجل، اهلا وسهلا ازيك، انا فلان الفلاني وكذا وشغال على كذا. اه جميل، انا بسحب كل يوم مثلا 4 او كده. هو بينزل محمد الصيدليه، بيقول لهم والله عندكم ايه انجكتابل، حاجات الحقن اللي عندكم إيه؟ عندنا 1 2 3 4، فيسحب من ده 4 على ده 4 على ده 4 على ده 5 وهكذا. وحسب ما بيسمع من الدكاتره ممكن يروح ساحب من 1 6 7، ده اكتر شويه، لان ممكن تكون الدكاتره بتطلب البرودكت دون بالاسم. تمام. فالنهارده إيه، انا بالنسبه لمحمد مش موجود. انا بالنسبه لمحمد هو عباره عن برودكت هو بيسحبه. بغض النظر انا بسحب كل يوم من الصنف ده 2 3 4 اكمل اللي فوق. بمعنى ايه؟ ان انا عندي في الدولاب ده 20 حقنه،
ال20 حقنه دول نقصوا 5 او نقصوا 10، ال10 دول من فلان وفلان وفلان، فبطلع ايه بنزل اخد علبتين من ده اكمل الاربعه اللي فوق وهكذا. تمام، ابتديت اتعرف عليه، ابتديت ان انا اتكلم معاه، ابتديت كل يوم اتابع معاه وهكذا وهكذا. هوب بدانا نطلع من 120 ل 150 ل 200 ل 300. عشان كده انا بقول لحضرتك بقى على حاجه مهمه جدا، الفيديو ده مهم جدا لحضرتك في حاجه قوية جدا، اللي هي أي مكان أنت تروحه دور على كل واحد بيتعامل في الدواء بتاعك. بمعنى من أول الراجل بتاع الأمن اللي بره اللي بيسهل لك الدخول، إلى جوه الصيدلية، إلى مين بياخد الدواء من الصيدلية يطلعه فوق، إلى مين بياخد من الفوق من الدولاب دون ولا من المكان اللي هو فيه الدواء محفوظ ده يديه للدكتور، إلى الدكتور نفسه. السايكل دي كلها هي عبارة عن ريكوجنايز، ريسبكت، ريكويست، هيلب. في اي حاجه، حتى في العيادات لما تخش العياده، ومعلش الفيديو ده ممكن يطول شويه عشان تبقى كلها جزء واحد. حتى في العياده انت ممكن تخش العياده ومعاك الكارت بتاعك، فتدي للاسيستنت بتاعت الدكتور الكارت وتفضل قاعد زي الباشا عمال تفر في الموبايل والفيسبوك والكلام كده. لكن في شخص ما اسمه عم احمد، عم عبد الرحمن، هو اللي بيخرج من جوه كده، يا فلان اتفضل، ويروح واخده مدخله الدكتور. قد يكون الشخص ده هو اللي يقدر يسهل لك الدخول عند الدكتور. فريكوجنايز، ريسبكت، ريكويست، هيلب. تمام كده. الاسيستنت نفسها التعامل معاها بريسبكت. تمام. وبرضه هبقى اتكلم على جزئيه الاسيستنت، لكن اطلع من الفيديو ده بان كل ما هو بيتعامل في الدواء بتاعك او اجينست الكومبيتيتور او اجينست ليك، يعني في الكومبيتيتور في الدواء بتاعهم، فهو شخص يجب ان انت تعرفه. احنا في احد المستشفيات اللي هي الصغيره ذات التخصص الواحد، فضلنا الدواء موجود وعايزين ننقله لفروع وواقفين على ايه مش فاهمين اي حاجه، طلع في الاخر في شخص ما بموتوسيكل هو اللي بياخد الدواء من هنا ينقله هنا، وانت ولا تعرفه ولا بيظهر في الفيلم ولا بيظهر في اي حاجه. عارف اللي هم الناس اللي هم بيظهروا في الخلفيه دول وانت مش مركز معاهم، انت مركز مع بطل الفيلم اللي هو الدكتور. لا، خد بال سعادتك ان ممكن الناس اللي في الخلفيه دول اللي انت مش شايفهم ليهم تأثير قوي جدا وممكن يعطلوا لك البيزنس بتاعك. معلش الفيديو ده طويل شويه، بس اطلع منه من ال3 ار دول بريكوجنايز، ريسبكت، ريكويست، هيلب. هتختصر على نفسك وقت طويل طويل جدا في البيزنس ده. تمام. صباحكم بيضحك يا رب كده، كل سنه وحضراتكم طيبين، ورمضان بيجري. فادي يا عم كنا لسه بنشوف الهلال، فادينا دلوقتي وصلنا تقريبا ل5 يوم. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا.